الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهدب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذي تممت خلقه وخلقه وقويت إلى الخير طرقه وفتحت به آذانا صما وأعينا عمياء وقلوبا مغلقة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قلت فصله بحي طالوت بالجنود عيدا كيسو لبحي قال وحيري طالوت إن الله ألا مبتليكم وحيدينكم امتحان دونا بنهر وبي فمن روحي شيء بعض منه وبي حقيسة فليس مني أني يقبل من أها ومن لم يدعم حقوقي عن عنه فإنه من قاس مني أني يقبل إلا من عد مويه اغترف درسدا غرفة درسشو بيده قعنتي سكو درسدا فشربوا ويعبين منه وي حقي سي كعبين إلا قليلا وحير مويه منهم كوحد كمته. فلما قرتي جاوز إيك قدبين هو ويجي هو طالوت يا والذين كوي آمنوا حقرني معه معيسى هذه قالوا وعيدهن لا طاقة إلا قوة وعوده لنا نمفرنا من اليوم مات بجالوت بقتال جالوت دقالا كيسا وجنوده عيدا كيسا. قال الذين كوا وحيدهن يظنون يقينسنا أنهم أيقا ملاقوا الله علينا لكل مايان كم بدنا من فئة كوح حقنا قليلة ير غلبت كاتي فئة كوح كثيرة فربدا بإذن الله الذي كيسا والله أعلنه مع الصابرين كو صبر للدركيسا للدركو أيها هذه. ولما قلتي برزوا أي مغدين لجالوت وجنوده عيدا كيسا قالوا وحيدهن كوي كوحدي طالوت وتي ربنا ربنا أفرغ شب علينا دشينا صبرا دلقات وثبت سب أقدامنا لغينا وانصرنا نوغيهيلي على القوم قول كسر قول سوء الكافرين قالأ فأزموا ويجبين مسلمين هم قال الذي يجبين بإذن الله الذي انكسى وقتلوا ودلي داود جالوت يدلي جالوت عيدا كي مشركين رئيسكم أها وأتاه الله اللوسي نبي داود الملك بقتوله والحكمة حكمة وعلمه وهو بري مما يشاء وهو دونه ولولا دفع الله الله دود انتفاع لهن الناس دتك بعضهم قاركل لفسدت الأرض الله يفسها لهن ولكن الله سأتي الله الله ذو فضل من طارات صاحبه على العالمين قوم دشوده. تلك تاس آيات الله ألا آيات كسوي نتلوها حالها كوغنينا عليك الدشاة بالحق ملتبسا أيضا كلها بالحق حق وإنك أذيك النوم حوض لمن المرسلين تأكمت هاي صدق الله العظيم.